اليوم إن شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا بنة تونسية 100%. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا بلاوي تونسية محشية بنة على بنة مشخشة بالجبونات، وباش نشوفوا مع بعضنا زادا كيفاش العجينة تجينا مورقة وبنينة على الآخر. حاجة وقيتها تو وتتعمل خفلف. بالنسبة للمكونات باش ناخذوا كمية الفارينة قد كمية السميد لازم يكون أرطب على الآخر. خديت 300 غرام فارينة عليهم 300 غرام سميد، مغرفة صغيرة ممسوحة خميرة جاتو. بالنسبة لخميرة الجاتو راهي تخلينا العجينة هشوشة على الآخر. مغرفة ونص صغيرة ملح، والملح يبقى حسب الذوق باش نخلطهم الكل مع بعضهم ومن بعد نحطوا السوائل. بالنسبة للكمية اللي عملتها باش نزيدها 100 مليلتر حليب، ومن بعد باش نكمل نعجن بالماء. بالطبيعة الماء لازم يكون دافي شوي. نكمل نعجن العجينة بالباهي ومن بعد نخلوها ترتاح. نجموا تعجنوها في العجانة وإلا تعجنوها بيديكم. من بعد ما عجنت العجينة باش نحطها في صحفة، بالطبيعة حطيت فيها زيت زيتونة، ومن بعد باش نمسح العجينة من الفوق زيادة بالزيت ونغطوها ونخلوها ترتاح. من بعد ما خليت العجينة ارتاحت بالباهي ما يقارب ساعة وإلا أكثر شوية، تو باش نقسمهم. باش نقسم العجينة على قد الكعبات اللي حاجتنا بهم، نجموا تعملوهم كبار وإلا صغار. بالنسبة للكمية اللي عملتها اليوم باش نقسمهم 7 كعبات. العجينة ما شاء الله تالمو معجونة ومرتاحة بالباهي، عاملة لمبيل هذوكم معناتها راهي العجينة معجونة بالباهي. طبيعة ندهنهم من الفوق بالزيت باش ما يشيحوش. ومن بعد باش نشكل الكعبات متاعي باش نحلهم بالزيت، ومن بعد نحطهم الفوق بالزيت نعملها كيف الكعب الملاوي العادية ونخليهم زادا يرتاحوا. نحاولوا الكعبة نحلوها بالباهي، على قد ما نحلوها على قد من بعد تجينا مورقة وبنينة على الاخر. بالطبيعة تنجموا تستعملوا اي زيت تحبوه، سينو تنجموا تذوبوا شوية زبدة وتخلطوه بالزيت. من بعد ما حليت الورقة بالباهي شخشختها بالزيت، ومن بعد باش نثناها على 4 وباش نحطها في طبيق بعد ما دهنته بالزيت. ونكمل الكعبات الكل بنفس الطريقة، ندهنهم الكل بالزيت من الفوق ونخليهم يرتاحوا ما يقارب 5 دقائق. في الوقت اللي العجينة ترتاح باش نحضروا الحشوة، خذيت عظم مصموطة ربيتها جبن تن، وخذيت شوية بصل. بالنسبة للحشوة تحطوا اللي تحبوا عليه. عملتها حشوة سهلة وبسيطة على الآخر. بالطبيعة باش نزيد لهريسة وكبار وزيتون بالطبيعة اللي يحب. ناخذ أول كعبة ملاوي عملتها باش نحلها ونحط فيها الحشوة من داخل ومن بعد نثناها، ولازم ما نجودوهاش برشا باش من بعد الحشوة ما تخرجش من العجينة. حطيت هريسة وجبن باش نحلوهم ومن بعد نحطوا بقية الحشو. وباش نزيد زيتون وكبار. بالنسبة للزيتون عندي بالنواة متاعو قشرته نحيت منه نواة وحطيته. تنجموا تحطوا الزيتون من غير النواة. ومن بعد نسكر كعب الملاوي بالطريقة هذه. تنجموا لجناب تسكروهم كيف المطبقة، سينون ترصوها بالباهي وهكا تجيكم العجينة لاصقة وما تتحلش. نفطر والا نحل العجينة بالباهي ومن بعد نحطها على الغاز. ما يلزمهاش تكون خشينة برشا باش تجينا طيبة من داخل ومن برا. وبالنسبة للمعون اللي باش نطيبوا عليه كلك سوا المقلة والا الطاجين لازمكم تسخنوه ومن بعد تحطوه متوسط، على خاطر كان تخلوه سخون على الاخر العجينة ديريكت تتحرك وتجينا من داخل ماهيش طايبة. ومن بعد ما نحطوها على الطاجين خلوها جست شوي ما يقارب دقيقة، ما نخلوهاش من الفوق تصفار وتيبس، ونقلبوها ديريكت. وبالطبيعة الوقت اللي تطيب فيه الكعبة الأولى نمشوا ديريكت نحضروا الكعبة الثانية. وبالنسبة للكعبة الثانية باش نوريكم الطريقة اللي باش نسكرها بها باش تتأكدوا انها الكعبة ما تتحلش. بالطبيعة الكعبة اللي نطيبوها من الجناب الكل، ما نخلوهاش نية. من بعد ما حشيت كعب الملاوي الثانية باش نسكرها بطريقة المطبقة ونحلوها بالباهي ومن بعد نحطها زيادة الطيب. وهذه الكعبة الأولى بعد ما طابت من الشيرات الكل نكملهم الكل بنفس الطريقة. هذوما كعبة الملاوي فارسي متاع اليوم، جو مشخشخين وبنان على الاخر على الاخر، والعجينة مورقة، حاجة خفلف وسهلة. ان شاء الله وصفة اليوم عجبتكم. صحة وبالشفاء اللي باش يجربها. شي طيبة وبسلامة.